اهلا بيكي لولي سمير معانا في بره الهوا. اهلا بيكي. عايزاكي الاول تقولي لي بتشوفي دور البلوجر في التسويق لبعض الاماكن بيفيد ازاي من وجهة نظرك؟ بيفيد طبعا بالايجاب طبعا، الا لو البلوجر عمل حاجه سلبيه، ان هو مثلا قدم ريفيو وكذب فيه على الناس عشان بس بماركتنج او بياخد فلوس. خلينا نقول دلوقتي كمان ان السوشيال ميديا بقت اول حاجه. مين فينا بيتفرج على تلفزيون؟ اي حد عايز يعمل كامبين ما بقاش يستخدموا الاعلانات الاعلانات دي بقى هنشوفها في رمضان. احنا عايشين مع التليفون، مش عايشين مع قدام شاشه التلفزيون. خلاص الكلام ده كان قديم قوي لما كلنا كنا بنتلم حوالين التلفزيون عشان نتفرج على فيلم او مسلسل، بس دلوقتي الحاجات دي مش موجوده في ارض الواقع. مين اللي لولي ممكن يقول لها نصيحة او يقول لها كلمة وتسمع بيها وتعملها؟ صاحبتي الانتيم، مامتي وصاحبتي الانتيم. بس خلينا نقول ان مامتي من جيل غير جيلنا، فوجهة نظرها زي ما هتكون صح زي ما هتكون مش مواكبة للجيل. المواكبة اللي احنا بالظبط. طيب التسويق وشغل السوشيال ميديا اسهل ولا التمثيل؟ لا بصي، طبعا التمثيل اصعب، لان انت كل شخصيه انت هتدخلي فيها انت عايزه تصدقيها. الناس اللي بتقولك التمثيل مجرد تمثيل، ان انت بتمثل على الناس او بتفيك الحقيقه، لا طبعا. التمثيل بالنسبه لنا هو انت بتنقل صوره حقيقيه في المجتمع على ارض الواقع قدام شاشه، وده طبعا جهد كبير قوي، ان انت تخش في الشخصيه، ان انت تتدرب ازاي تبقى ممثل شاطر، الناس تصدقك، ما تحسش ان انت بتفيك المشاعر، بتفيك العياط، بتفيك الضحك. لازم تكون مصدق الشخصيه قبل ما تمثلها. ايه اكتر حاجة بتفكري تعمليها في حياتك الفترة الجاية؟ ان انا امثل ان شاء الله. بس كده خلاص خلصتي؟ لا بالنسبه لي ان انا هلف ان شاء الله العالم، يعني دي من الحاجات بالنسبه لي اللي نفسي احققها، وان انا طبعا اخد دور مع مخرج يعني انا بحبه. مع المخرجين بتحبيهم نفسك تشتغلي معاه؟ طبعا هادي الباجوري بالنسبه لي من الناس اللي انا احب طبعا ان انا اشتغل معاها. لو كان في وزارة للسعادة وقرروا ان انت تبقي الوزيرة دي، يعني المسؤولة عن الوزارة دي، قولي لنا بقى تسعدينا يا ازاي؟ جماعة الشعب المصري مش محتاجين وزارة للسعادة، المهم ان احنا نضحك. لو الازمات اللي احنا بنمر بيها ولو الحاجات اللي احنا بنمر بيها دي عدت، احنا كلنا نبقى سعداء. بس خدي بالك ان مفيش حد بيبقى سعيد 24 ساعة، ولا حياة البلوجر اللي على السوشيال ميديا. احنا بنحاول نبسط الناس اللي هي بتتفرج علينا. شايفة موضوع ان حياة البلوجرز زي ما ذكرتي ممكن يأثر على رضا الناس بحياتهم؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا بفتح الانستجرام بلاقي ناس كتيره جدا بتسافر وبتلف العالم وبتتبسط، انا قاعده في البيت. شايفه بقى ان حياه البلوجرز ممكن تاثر على رضا الناس في حياتهم؟ هتسعي ان انت تحققي حاجه من دي لو كانت دي حلمك، هتسعي ان انت تسافري لو ده حلمك، هتوريكي اماكن في مصر جميله انت ما شفتهاش عشان انت ما سافرتيش. عشان كده انا بقول السوشيال ميديا مؤثر بالسلب والايجاب، انت هتختار تتابع مين، واللي هتتابعه ده بيعمل ايه، عايزه ياثر على حياتك ولا لا. قبل ما تعمل فولو فكر ان الفولو ده هتعمل بيه ايه، هيساعدك الشخص ده، هيقدم محتوى، بيسافر بيلف وبيحط ريفيو على اماكن كويسه انت نفسك تروحها. لو ده حصل صدقيني هنبقى في حته تانية خالص. طيب عايزاكي في نهايه اللقاء توجهي بقى كلمه لبرنامج بره الهوا. لبرنامج بره الهوا، استمروا. انا من الناس اللي بتابعكم واستمروا بجد، يعني كون ان انتوا تغطوا حاجه زي كده وتغطوا حاجه خاصه بالمراه، فانا بصي اي مكان هيكون فيه حاجه سبورت المراه انا هكون فيه، لان شايفه ان دلوقتي كمان الدراما والتمثيل بداوا بالظبط. طبعا ده ما كانش في مجتمعنا في الاول، بس دلوقتي بقى موجود، وكمان بقوا يناقشوا قضايا ما كانتش ينفع تطرح على الافلام او الدراما او اي حاجه من الحاجات دي، بس دلوقتي الحاجات دي احنا بنمر بيها كمجتمع، لازم نواكب الجيل، لازم نقدم كل حاجه بيمر بيها المجتمع. بشكرك جدا يا لولي على اللقاء ده، واتمنى تتبسطي بالفيلم. انا كمان بشكرك جدا، ميرسي جدا. ميرسي ليكي.